لي ان عندك شغل كتير ومش مالك تاخد اجازة. كنت بكذب عليك. يعني ما كانش عندك شغل وقتها؟ ابدا، وكنت في الاجازة كمان. الله، امال ما جيتوش ليه؟ انا هقول لك. في الوقت ده كانت سلوى غاوية تشوف البخت بالكوتشينة. طب وش جاب ده لده؟ قبل ما ننوي نسافر بيوم كنا محضرين الشنط، وبعدين صاحبتنا دي فتحت الكوتشينة قدامها وبصت فيها ومصمصت بشفايفها وقررت اننا مش مسافرين. ليه يا ستي؟ القطر هينقلب بينا. ازاي؟ مكتوب كده في الكوتشينة. لكن ده كلام فارغ، ده جنان. اهو ده اللي حصل. الله، طب ما جيتوش تاني يوم ليه؟ برضه كان في خطر في السكة، وفضل الخطر ده 3 أشهر. يعني كان الصيف فات وانتهى. عليك نور. وبعد كده يا سيدي زهقت من حكاية الكوتشينة، قامت سابتها. الحمد لله. لسه استنى شوية عليا. فيه ايه تاني؟ فاكر يوم من الأيام بعت قلت لنا إنك هتيجي عندنا أنت والست بتاعتك تزورنا؟ فاكر، وصلني جواب منك بتقول فيه أجلوا الزيارة دي لأن عندك تيفود وخايف علينا. مظبوط، أديك فاكر أهو. سلوى هي اللي عيتني بالتيفود. قصدك إنها كانت عيانة وانت اتعديت منها؟ لا، هي اللي قالت لي اقلبي التيفود وابعت قول لهم ما يجوش. يعني ما كنتش عيان؟ ابدا، انما حجه بس علشان ما تجوش. انا لا كان عندي لا تيفود ولا تيفوس ولا حاجه من دي. طب وايه السبب؟ مش عايزانا نيجي ليه؟ ما كانش عندنا خدامين في الوقت ده، كانوا كلهم طلعوا. كلهم؟ ليه؟ ما قدروش يعيشوا على الجزر والقوطه والخس والجرجير. قصدك تقول ان مراتك نباتيه من الجماعه اللي بيعيشوا على النبات؟ كانت نباتيه فعلا، بس لمده 12 يوم. يا اخي دي مده بسيطه قوي. اسمع. نعم. ما عمركش اكلت ضفادع بالتقليه؟ ضفادع بالتقليه؟ ايه عمري. احمد ربنا على كده، احنا كلناها 15 يوم ورا بعض. ودي تبقى طعمها ايه دي؟ بكره ولا بعده اخليها تعملها لك. لا 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 لا، اوعى تعملها، اوعى. ومره كمان يا سيدي مسكت لي حكايه الجمباز. جمباز؟ ايوه يا سيدي. تدور لي الراديو على اخره من الفجر وتبتدي تشتغل شهيق زفير شمال يمين شمال يمين شمال، وقعدت على كده 3 أشهر. لا حول الله، لا حول الله. والله انت صعبان عليا يا عمر. بخت كده، اسمتي السودة، اعمل ايه؟ وغير ده بقى كتير كتير يطول شرحه. لكن دي ما تبقاش عيشه دي وانت ساكت على كده. اعمل ايه يا كمال؟ ما فاضلش غير بقى اني اضربها، وده شيء يعني مش هيحصل ابدا لان عمري ما ضربت واحده ست. لا لا لا، مش قصدي. ما هي دي الطريقه الوحيده اللي لسه ما جربتهاش وياها، طريقه الضرب دي. ما كنتش اتصور ابدا انك تعبان للدرجه دي. والمصيبه بعد ده كله اني بحبها. طبعا ده شيء بالعقل، ولا ما كنت سكت لها. انما لازم نشوف لك علاج. تشوف لي انا ولا تشوف لها هي؟ كله كوم، والضفادع اللي بالتقليه دي كوم. كل ما افتكرها روحي بتسوق. دي لذيذه قوي، بكره تدوقها. طيب واليومين دول بقى ما هياش طالعه في تقليعه جديده؟ ايوه، امال تناسخ الارواح. تناسخ الارواح؟ وده يطلع ايه ده كمان؟ دي نظريه بتقول ان ارواحنا دي كانت ارواح ناس قبلينا وماتوا. فمثلا لو بحثت عن روحك تلاقيك كنت حمار قبل كده. حمار؟ ايوه مثلا، يعني مثلا. وايه كمان؟ ولما تموت بعد عمر طويل وروحك تطلع، تقوم تدخل في جسم مولود جديد. فمثلا ان كانت اعمالك كويسه وراجل طيب، تقوم تتولد من جديد في بيئه محترمه وتتهنى بحياتك الجديده. طب وان كنت راجل مش كويس؟ تتولد بقى كلب، فار، خنزير، وحياتك الجديدة تبقى زفت في زفت. اخس، الله يخيبك. مثلا يعني. طب ومش جايز ان روحي دي كانت روح امبراطور من بتوع زمان؟ كل شيء جايز. لكن مين اللي خلاها تعتنق النظرية دي؟ اعتنقتها عن طريق واحدة صاحبتها يا سيدي. وعلى كل حال دي غية ما تضرش مدام بعيدة عن مسألة الأكل. أيوة، والضفادع اللي بالتقلية. والنهاردة بالذات معزومة على الغداء عند واحدة صاحبتها من بتوع تناسخ الأرواح، اسمها رمزية عبد العال. اسمع يا عمر، أنا متهيألي إن مراتك دي عندها هفة. كنت فاكر كده أنا، إنما اتضح لي بقى غير كده. لكن دي أعمال مجانين. على كل حال ما تجيبش السيرة دي قدامها لما تيجي. لا لا لا، طبعا طبعا. يظهر سلوى جت اهي. ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيكم يا
جماعة. الله يسلمك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا استاذ كمال. انا قابلت الست بتاعتك في الصالة وتعرفنا ببعض. انا اسفة قوي علشان ما كنتش هنا وقت ما جيتم. بالعكس احنا اللي اسفين علشان طبينا على غفلة من غير ما نبعت لكم. بالعكس ده بيتكم ومطرحكم، مش كده يا عمر ولا ايه؟ طبعا. لكن انت ايه اللي اخرك؟ ده انا افتكرت ان الموتور بتاع العربيه جرى له حاجه في السكه. لا ابدا. على فكرة والنبي يا عمر ما تبقاش تنسى تشتري سجادة جديدة للعربية. إيه؟ سجاده؟ احنا لسه شارين العربيه سجاده الجمعه اللي فاتت. ما انا عارفة، لكن اعمل ايه؟ الكلاب قطعوها. انت عندك كلاب يا سلوى هانم؟ لا اصلي دي تبقى كلاب واحدة صاحبتي اسمها رمزية. يا سلام يا عمر لو شفتهم في غاية الجمال. واحد اسمه لولو والتاني اسمه لاكي والتالت اسمه فيدو والرابع ريكس. لما يلعبوا مع بعض يا سلام يبقوا جنان. فعلا جنان. انت شفتهم يا حبوب؟ لا ما شفتهمش، انما ظاهر من كلامك انهم جنان خالص. ميرسي يا حبوب. وارجوكي تقولي لرمزيه بتاعتك دي ما تحطش كلابها في العربيه مره تانية. الله انت زعلت يا ريري. على كل حال هي ما حطتهمش في العربيه. الله امال مين؟ انا اصلي مريت عليها في سكتي وخدتها معايا. وخدتيها لوحدها ولا جرجرتي وراها الاربع كلاب؟ لا جرجرتهم هي وياها. امال يعني هتسيبهم لمين؟ تصور انها اشترت النهارده 15 جعران و14 خاتم فاروز و12 تمثال من بتوع قدماء المصريين. ليه؟ هتعمل بيتها متحف؟ وطبعا عزمت عليها اوصلها بالعربيه. الله، لكن الاستاذ كمال وهدى هانم واقفين ليه؟ مش تقعدوا؟ الله يجازيك يا عمر، خلتني نسيت اقوم بالواجب. اتفضلوا. انا اسفه جدا عشان ما قدرناش نسافر لكم في الصيف اللي فات. عمر كان عنده تيفوس. قصدها تيفود. ده انا كنت حمود. ايوه تيفود، سوري. ده انا هشبعكم فسح. تحبوا تتفسحوا فين بقى؟ استنى عليهم بس لما يستريحوا من السفر. هدى بتحب التمثيل وده مش موجود عندنا في بورسعيد. لا تمثيل ايه؟ انا كنت بفكر في حاجة اهم من كده. من حسن الحظ ان مصر مركز نشاط من كل نوع، وخسارة تفوتهم عليكم فرصة زي دي. فرصة ايه؟ انا شخصيا مهتمة في الوقت الحاضر بموضوع تناسخ الارواح. تناسخ الايه؟ الارواح. اسكتي يا هدى هانم، انا عثرت على القية. في واحد اسمه الدكتور معتوق فاتح عيادة في السيدة زينب، يعتبر مرجع في المسألة دي. سلوى كمال والست بتاعته تعبانين من السفر ولا عندهمش وقت للكلام الفارغ ده. لا بالعكس، ده موضوع لطيف جدا. ميرسي. يا ريتك كنت معانا النهارده يا عمر وسمعت بودانك نتيجة البحث اللي قام به الدكتور معتوق. بحث ايه كمان؟ بحث خاص بالماضي بتاعي انا ورمزية. مسكينة رمزية، ما تقدرش تتصور قد ايه عيطت مسكينة لما عرفت ان جوزها مات وهو صغير. هي متجوزة؟ لا لسه بنت. امال جوزها مات وهو صغير ازاي؟ اصل الدكتور معتوق لما بحث في ماضيها اتضح انها كانت زمان نفرتيتي. ما شاء الله. وزي ما بيقولوا في التاريخ كانت متجوزة اخناتون. هي مين؟ رمزية كانت متجوزة اخناتون؟ لا نفرتيتي. مسكينة اخناتون سابها وهي صغيرة، ملحقتش تتهنى بيه يا حسرة. وعلشان كده اشترت الجعارين والخواتم والتماثيل والى اخره يعني. طبعا اصل الدكتور معتوق بيقول ان الواحد لازم يحيط نفسه بالجو اللي كان عايش فيه زمان. شفت بقى يا سي كمال؟ شفت يا سي عمر. ولذلك رمزية اشترت الجعارين والتماثيل علشان تعمل لنفسها أوضة في البيت وتفرشها على النظام الفرعوني. ما اشترتش لنفسها تابوت ليه؟ بعدين مش دلوقتي. وبلاش تريقة من فضلك، أحسن نكتك بقت بايخة اليومين دول ولا لهاش طعم. زي الضفادع تمام اللي بالتقلية. مالها؟ عمرك انت كلت زيها؟ اديك كنت هتاكل صوابعك وراها. معلوم من حلاوتها. ناس كتير بتعتنق نظرية تناسخ الأرواح دي. أنا شخصيا سمعت عن واحد كان فاكر نفسه نابليون، إنما الحكمة اللي شافوه ما قالوش إن عنده تناسخ أرواح، قالوا عليه مجنون. وهنروح بعيد ليه؟ أنا بنت عمة أبويا ماتت في مستشفى المجاذيب وهي بتعتقد إنها كليوباترا.
كليوباترا؟ أما مصادفة غريبة. طبعا دي كانت مجنونة، فمش معقول أبدا إنها يعني فاهمة، إنما أنا بقول دي مصادفة ليه؟ أصل الدكتور معتوق قال لي النهاردة بس إني كنت زمان أنا كليوباترا. كنت ايه؟ كليوباترا. الله، فيها حاجة دي؟ لا ابدا، ما فيهاش حاجه. ولما تبقي انت كليوباترا ابقى انا ايه؟ انطونيو. كل شيء جايز. على كل حال تقدر تخطف رجلك للدكتور معتوق وهو يبحث لك عن أصلك ويدلك عليه، ولا إيه يا هدى؟ أنا في الحقيقة مش فاهمة. لا انت ولا جوزك ولا جوزي تفهموا في الحاجات دي عاوزة دراسة طويلة وبحث. يا سلوى يا علي بقى. كليوباترا العظيمة، كليوباترا اللي دوخت العالم. ودوختني معاها. بتقول حاجة يا عمر؟ ايوه بقول لك يا علي، وبلاش تخريف. واحد زي كمال والست بتاعته يقولوا علينا ايه؟ اما مالكش حق يا عمر، هو احنا اغراب؟ ما هو حاجه تفلق لما الواحده تيجي لجوزها وتقول له انا كليوباترا، عاوز يقعد ساكت يشجعها على الكلام الفارغ اللي بتقوله ده. انا ما قلتش كده. امال قلت ايه؟ قلت اني كنت كليوباترا، يعني زمان مش دلوقتي. طب والنبي اسكتي بقى، اسكتي، احسن لو حد سمعك بتقولي كده يفتكر انك هربانه من مستشفى المجاذيب. ما يهمنيش. الو. عاوز مين يا فندم؟ الهانم موجودة؟ ايوه اتفضلي يا ست هانم، كلمي شوفي مين عاوزك. علشاني انا؟ الو. سلوى هانم؟ ايوه انا محجوب السمسار يا فندم. لقيت اللي قلت لك عليه يا عم محجوب. ايوه لقيت بيت كويس قوي. بيت مريح مش كده؟ خالص يا فندم. كم اوضه؟ 5. 5؟ مش بطال. وصاحبه موجود في مصر كمان. بتقول صاحبه موجود في مصر؟ ايوه. طب ده من بختنا. اديني عنوانه بقى يا عم محجوب. 17 شارع البحر بجاردن سيتي يا فندم. 17 شارع البحر بجاردن سيتي. طيب المهم ان البيت يكون جنب الحمام على طول. ها؟ جنبه خط لزق يا فندم. يبقى عز الطلب. خلاص اتفقنا. كتر خيرك يا عم محجوب. سعيدة مبارك. سعيدة مبارك يا فندم. الحمد لله. يا ما انت كريم يا رب. ايه الحكايه؟ اصل بعد ما خرجت من عند الدكتور معتوق مريت على واحد سمسار علشان يشوف لنا بيت. ليه؟ وده اللي احنا قاعدين فيه ماله؟ لا، البيت اللي احنا عاوزينه مش هنا، في مرسى مطروح. يا خبر زي بعضه. اسمعنا يعني مرسى مطروح عشان يبقى جنب الحمام. حمام ايه؟ حمام التلات؟ لا، حمام كليوباترا. يا دي المصيبة اللي حطت على دماغي. شاهد يا سي كمال، شاهدة يا ست هدى. أنا مش قلت لك إن الدكتور معتوق قال لي إن لازم الواحد يحيط نفسه بالجو اللي كان عايش فيه زمان؟ وهي المأسوف على سببها كليوباترا كانت عايشة في مرسى مطروح؟ طبعا، وكانت عاملة لنفسها حمام على البحر كمان، ولذلك كانت بس فهمت. اهو ده اللي بيقولوا عليه جنان رسمي. احنا ما علينا الا اننا نروح نقابل صاحب الملك ونكتب معاه الكونترات ونقعد في البيت شهر ولا شهرين، فاذا عجبنا اشتريناه وقعدنا على طول. طبعا. يا وليه انت عاوزه ايه؟ عاوزه تجننيني؟ الله، تعيشيني لوحدي؟ وانت هتعيش هناك لوحدك يا اخي؟ ما انت معاك كليوباترا. صحيح، كنت ناسي. مش تحمد ربنا؟ على الاقل مرسى مطروح قريبه من هنا. قريبه ازاي؟ ده بينا وبينها 9 ساعات في القطر. هي اللي اقرب ولا تل العمارنه؟ تل العمارنة؟ تل العمارنة ده ايه كمان؟ ما هي رمزيه هتسكن هناك لانها كانت ساكنه هناك قبل كده. رمزية كانت ساكنة في تل العمارنة؟ طبعا، ايام ما كانت نفرتيتي. لا 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 ابدا، دي مرسى مطروح اقرب بكتير من تل العمارنة، ولو اني معرفش تل العمارنة دي تبقى فين. قولي له والنبي يا هدى. تقول لي ايه وتعد لي ايه؟ انت هتجننيني معاكي؟ انت فاكراني ايه؟ شرابة خرج؟ هدى، قومي بينا نطلع لاوضتنا. على رايك احسن الليله دي باين مش هتفوت على خير. خليهم يتخانقوا على راحتهم. عن اذنكم يا ايوه جماعه. عن اذنكم.